صباح الخير. احلى حلو تاكلوه في الصيف هو الكنافه بالمانجا. هعملها لكم بطريقه اقتصاديه وفي نفس الوقت سهله وبسيطه قوي. تعالوا الاول اوريها لكم من جوه كانت عامله ازاي، واوريكم طريقتين للتقديم. كانت خطيره. تعالوا بقى اوريكم الطريقه. اول حاجه انا جبت ربع كيلو من الكنافه، حطيته في الفريزر، وبعدين ان انا ابتدي بكسره بايدي. حطيت عليهم معلقتين من السكر البودره ومعلقه كبيره من الحليب اللي هو او اللبن المحلى المكثف. طبعا من ناحيه الصدايق ما حطيتش سمنه، حطيت 3 معالق من الزيت. وابتدي ان انا الاول اقلب المواد الجافه، ولما احط الزيت اقلبه بايدي كده كاني بنديها، وهي فعلا تحس ان هي اتندت شويه. اجيب صاج وابتدي ان انا افردها طبقه رقيقه، وعلى الفرن. في الوقت ده انا ابتديت ان انا اجهز الكريم شانتيه. الكريم شانتيه انا جايباه اللي هو السايب اللي بيتباع في الحلوانيه، نص كوبايه على كوبايه من اللبن. نص كوبايه بس زياده شويه لأن انا في النص زودت معلقه. بعد كده جهزته ودخلته التلاجة. جيت بقى على الخطوه المهمه قوي في الكنافه، ان انا ببتدي اطلعها لما تاخد لون، وابتدي ان انا اكسرها بالمعلقه، وبعدين لما تهدى شويه ابتدي بقى ان انا اكسرها بايدي. دي اول خطوه عشان هتاخد لون. بعد كده ما تضطروش بقى تعملوها او تكسروها في اي حاجه تانية. في الوقت ده برضو دخلتها الفرن، وابتديت ان انا اجهز المانجا اللي انا عندي. كان عندي مانجا طريه فعملتها لوحدها، والمانجا التانية اللي هي المكعبات هقول لكم بقى، هوريها لكم هنعمل فيها ايه. نحط طبعا كل المقادير مع بعض. ده جيلي مانجا اختياري، وده فول سوداني برضو اختياري بس بيعمل يعني طعم كده حلو قوي قوي. حمصته اللي هو الفول السوداني بتاع الحلويات، حمصته وفي نفس الوقت اديته يعني جرشه كده خفيفه. ممكن تحمصوه اصلا مع الكنافه وهي بتتعمل. نبتدي بقى نحط الطبقات زي ما انتوا عايزين. اول حاجه ان انا حطيت هنا المانجا وحطيت السوداني على الكنافه. دي طعم حلو قوي 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 قوي، وده اختياري برضو. هنا شويه المانجا هتكون التحت، وبعديها الطبقه من الكنافه. ما تكتروش قوي عشان ما تبقاش يعني طعمها كده غريب، تحسوا ان انتوا بتاكلوا الطبقات كلها متساويه. حطيت عليها جيلي من الجيلي المانجا. هنا الكنافة هتكون طرية شوية، تحسوها مسقسقة كده يعني. مش عايزين الخطوة دي ما تعملوهاش. وبعدين حطيت الكريم شانتيه، طبقة حلوة برضو كده. وبعدين برضو سقسقته شوية بالمانجا يعني، عشان طبعا انا ما حطيتش في الكريم شانتيه، ما طعمتوش بحاجة. ممكن برضو بديله تحطوا عصير مانجا او ما فيش خالص عادي. طبقة برضو من الكنافة، وبعدين طبقة من الجيلي اختياري براحتكم خالص. بس ده هيطري الكنافة زي ما قلت لكم. مش عايزينه شيلوه، لو بتحبوا يبقى فيه قرمشة شوية في الكنافة وانتوا بتاكلوها. بعد كده حطيت الكريم شانتيه عادي خالص. بس هنا يعني خدت بالي شويه وانا بفرده عشان مش عايزه الكنافه تطلع على الكريم شانتيه، فشكلها يبقى ايه، مش ظريف كده زي الطبقه اللي هي كانت قبلها لو خدتوا بالكم. بعد كده حطيت برضو معلقه، يعني معلقتين يعني على حسب ما انتوا عايزين من الجل. وحطيت بقى في الاخر خالص الكنافه، المانجا مش الكنافه، المانجا. بس كده. المانجا طبعا كانت قليله شويه، يعني الافضل تزودوها عشان تبقى شكلها احلى يعني. وطبعا بالهنا والشفا. تعالوا اوريكم الطريقه التانية بتاعه التقديم اللي انا عملتها. انا كان عندي فرماسيل اخضر، يعني بدل الفستق. يعني طبعا بتبقى حلوه بالفستق بس احنا قلنا اقتصاديه يعني مش هنعمل الكلام ده، فيدي شكل احلى وفي نفس الوقت برضو تبقى حلوه وطعمها خطير. يلا اشوفكم على خير فيديو جديد. متنسوش تشتركوا في القناه. باي باي.